سلام الحباب، ساندويتش شاورما بلا بات تاع البيتزا. قبل ما نروحو نشوفوا هاد الوصفه العجيبه، على بالي بلي حتعجبكم خاوتي جو سوي سيغ. ما تنساوش طابونيو على القناه وتعطونا تعليقاتكم، والشهر تانيك لازم بارطاجيوه ماكسيموم. واش نحتاجو في هاد الساندويتش؟ عندنا صدر ونص تاع دجاج مرحيين بيان سور، راح نحط عليهم هاد لي زيبيس. هاد لي زيبيس راني نحطهم لكم بيان سور في صندوق الوصف هكذا باش نربحوا الوقت. هنا زدت لهم واحد 3 مغارف تاع زيت، خلطت كلش، ومن بعدك نزيدوا لهم مغرفه تاع اموطارد او الخردل كيما حبيتو تسموه. من بعد نروحوا كاريمون في هذا البابي فيلم، بعد نغلقوا عليه خاوتي. واش نديروا؟ نروحوا ديريكت نخبوه نكونسيرفيوه في لاكلاص 24 ساعه من بعد باش تقدروا تستعملوه، ولا تقدروا حتى 12 ساعه معليش نورمال. في هذا لو ريسيبيون تاع البيترا حطيت 720 غرام تاع فرينه، ملعقه سكر كبيره، وزدنا لهم مغرفه تاني كبيره تاع الخميره، وزوج كيسان ماء، ومغرفه تاع الملح بيان سور. نروحو نخلطوا كلش مع بعض باش نديروا العجينه تاعنا. والعجينه لازم تكون شويه ماشي تتلاصق، مي تكون طريه بزاف خاوتي هكذا باش تجيكم عجينه بزاف شابه. نزيدوا لها 2 مغارف تاع زيت زيتون، لازم زيت زيتون، ونحطوها تخمر حوالي ساعه ا امبيونت، يعني في سطح العمل هنا في البلون طرافاي. تخلوها تخمر واحد السويعه هكذاك، ومن بعد نحوها مع اللي خمرتنا هنايا. جبدناها من الريسيبيون هذايا كيما راكم تشوفوا طريه بزاف. دينا لي بول تاعنا تاع البيتزا، بدينا نخدموا في البولات. جابوني 7 حبات بزاف شابين، يجوك شويه صغار بصح يجوك هايلين. انا كيما راكم تشوفوا 24 اور ابري، يعني في هذا النهار هذا راني نخدم هاد لي ساندويتش بيان سور. قطعتهم على شرائح، لازم يكونوا شويه رقاق قد ما تقطعوه مليح، ومن بعد داك اللي قعد لكم خبوه تزيدوا تستعملوه من بعد. يعني هاد الدجاج هذايا تقدروا ديروه 2 فوا 3 فوا، بزاف بنين. صدقوني البنه تاعو بهاد لي زيبيس راني نحط لكم كلش على كل حال في صندوق الوصف. انا نبداو نقلو فيهم، وشنو ما تقلوهمش بزاف، غير شويه تمتم ندوروهم هكذا باش يقعدوا لكم طرايا. باسكو علاش؟ لو كان تنشفوهم ما يقعد عندهم شغل، يجوكم يابسين شويه. الور ما تنشفوهمش بزاف هكذا باش يقعدوا طرايا. باسكو علاش؟ يطيبوا تمتم. هنا نروحو نبريباريو لي ساندويتش تاعنا، نديرو شويه سميد في البلون طرافاي تاعنا، ونبداو نعجنوا العجينه تاعنا غير بصبعتينا هكذا. الحلال خطيكم الحلال، باسكو لاباط تاع البيتزا تستعمل غير باليد. الحلال نو، باسكو راح يديغازيوها وتجيكم بزاف رقيقه وما يجيكمش شابين، يعني ما يتنفخولكمش يعني كي يكونوا يطيبوا. فوالا نديروا لهم الزيت، لازم زيت زيتون في الوسط هكذا باش كي تحلوهم يجوكم سهلين، يجوك شغل باين بوش هكذا خاوتي. هذا هو السر تاع هاد لي ساندويتش. ما تستعملوش كاع الموس، باسكو علاش؟ الزيت تخليهم محلولين لداخل. درت لهم طوماط سوريز وشويه زيتون خضر هكذا باش يجونا شابين، ومن بعد كي طابوا شويه درت لهم فروماج موزاريلا من الفوق جوج باش يذوبوا يجوا هايلين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هكذا الحباب. معليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ما تنساوش بارطاجيو هاد الوصفه باش يستفادوا كاع الغاشي وتطلع القناه بربي بكم خاوتي. معليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو بصحتكم، وبارك الله فيكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.